شايف العربيه اللي قدامك دي ذكيه جدا، لانها بتحذرك لو انت هتخبط في اي حاجه قدامك، ولو انت اهملت التحذير ده وكملت هي بتفرمل لوحدها. دي كمان بتراقبك وانت سايق وتتاكد ان انت منتبه، ولو حست انك مش في وعيك او بتنام تلاقيها مطلعه لك تنبيه على طول بتقولك انت لازم تركن دلوقتي وتستريح شويه، خايفه عليك. ولو انت اديت اشاره يمين علشان داخل يمين عادي، فهي بتنبهك من النقط العاميه لو في عربيه جايه من على يمينك انت مش شايفها. اما لو اصريت بقى وبرضه حادف على العربيه وداخل يمين وحست العربيه بتاعتك انك هتخبط فيها، فبتمسك الدريكسيون بتتحكم فيه وبترجعك للحاره بتاعتك تاني. هي ادرى منك. وطبعا العربيه فيها اوتو بارك، يعني سيبها تعتمد على نفسها في الركن، سيبك انت كنبه من ورا واسعه قوي. وفيها كمان مثبت سرعه تفاعلي بتظبط مسافه امان بينك وبين العربيه اللي قدامك. لو العربيه اللي قدامك سرعت العربيه دي تسرع معاها، ولو بطأت هي تبطأ معاها، ومحافظه على مسافه الامان اللي بينك وبينها علشان لو الطريق زحمه او لو انت مسافر على طريق من الاخر عايزه تريح. كمان بتقرا لافتات السرعه الموجوده على الطريق، ولو لقيت انك عديت السرعه المقرره بتحذرك علشان ما تاخدش مخالفه، خايفه على فلوسك. العربيه دي هي الهافالجو لاين فيس ليفت، وحصل عليها تخفيض مؤخرا 60,000 جنيه، فبقت بتبدا من 1,150,000 لحد 1,370,000. ممكن تفكر في العربيه دي؟